السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناتي صناعة السعادة دينا عز. اعمل لكم تورتايه مقاس 24، نص فانيليا ونص شوكولاتة. تابعوني لاخر الفيديو عشان تشوفوا شكلها هتبقى جميلة ازاي، وتزيينها هتبقى سهل قوي قوي قوي، مش مكلفة خالص. فانا دلوقتي جهزت الاسبونج معايا وعمل لي 4 طبقات، فانا هحط ال4 كلهم. وجهزت الكريم شانتيه. كريم شانتيه كنت عاملة لكل كوباية كريم شانتيه كوباية مية متلجة جامد، يعني لازم تبقى متلجة كويس جدا، يستحسن يبقى فيها قطع تلج عشان تديني كريم شانتيه يبقى تقيل شوية. حطيت الكريم شانتيه وحطيت معلقة لبن بودرة، حطيت معلقة كريم باستري عشان اللبن البودرة والكريم باستري بيطعم لي الكريم شانتيه قوي قوي، يعني بيخليه جميل جدا. ومعايا هنا كنت طبعا كل طبقة بسقيها بسيرب شربات. انا كنت عاملة مجهزاه يعني الشربات وسبته يبرد، لازم يبقى بارد. واهم حاجة تبقى الاسبونج معايا يبقى بايت قبلها بيوم، يعني انا كنت مجهزاه قبلها بيوم. لو انا عاملاه صابح ما ينفعش ان انا اسقيه، لان الاسبونج بيبقى طري بزياده معايا فمش بيبقى حلو يعني. والمهم كده حطيت بقى كل طبق كده نص الفانيليا كريم شانتيه فانيليا، ونص شوكولاته وصوص شوكولاته كده. بقيت اجل يعني احط بين كل طبقه وطبقه. وبعد كده بقى معايا بقى في التجليس بقيت الكريمه، رحت بقى عاملاها كلها بقى ايه بالشوكولاته. حطيت معلقتين كاكاو على المقدار بتاع الكريم شانتيه عشان يبقى اللي هو طعم الشوكولاته. طبعا هنا انا كنت مجهزه معايا شوكولاته بيضه وشوكولاته غامقه، يعني على اساس ان انا هزين بيها. بس لقيت الشوكولاته بيضه كان نوعها مش حلو فما عجبتنيش، لقيتها ما اعرفش ليه ما عجبتنيش، لاني حطيتها على النار وقعدت يعني احطها على نار يعني حطيتها على نار هاديه، وطيت عليها النار حمام بخار، يعني هي كانت قطع خام. انا كنت دايما بجيب اللي هي الشوكولاته الغامقه دي اللي هي كواليتي تارجت، اللي هو الباكو كده ب30 جنيه 200 جرام. بس الشوكولاته البيضه جبتها سايبه اللي هي خام كده، قطع كده خام. فانا لما جيت اسيحها معرفش لقيتها كده ايه كلكعت وبتمط كده، تحس ان هي عامله زي اللبانه كده بتمط، وبعدين نشفت، لقيتها نشفت جمدت. فالمهم ما عجبتنيش، المهم رحت ايه ركناها على جنب. وقلت لا بعد كده مش هجيب اللي هي الشوكولاته الخام دي، انا هجيب اللي هي الايه الباكيتات اللي هي بتاعت سما او كواليتي تارجت، دي بتبقى منتجات حلوه جدا. وفي منها بتبقى شوكولاته بالحليب برضو جميله جدا، الشوكولاته بالحليب ب35، الشوكولاته الشوكولاته الدارك ب30. بس سيحتهم كده بقى، وانا بقى بعد ما اخلص واجلس بالسكينه المشرشره دي بجلس. وفي الحتت اللي هي بتبقى مثلا ايه ما بتمشيش معايا بالتجليس معايا بالسكرابر اللي هو المشرشر ده، بروح بقى ايه املاه كريمه، لازم املاه كريمه كويس جدا، وامشي كده واحده واحده، وكل ما الاقي فيه فراغات اروح ملياها بالكريمه. والتجليس ده يعني على قد ما تقدري بتاخدي يعني كده راحتك فيه عشان يطلع تجليس التورتايه يعني مظبوطه وحلوه وكلها تبقى سوا واحد. عامه هو التجليس عامه لما بتيجي التورتايه بتعمليها مثلا مقاس 20 او 24 مع التجليس وكده بتزيد شويه، يعني مثلا لو عاملاها 20 بتبقى 22، لو عاملاها 24 بتبقى 25. فالتجليس بيدي مساحه شويه. كنت عاملاها على مقعده مقاس 30، المقعده دي مقاس 30 اللي هي الفضي. وكل ما بتكبري المقعده بتبقى احسن، عشان ما تيجي تحطيها في العلبه ما تمسكش كده في العلبه ولا يعني تخبط فيها يعني. لو وصلتي بقى لحد هنا ما تنسيش تحطي لي اللايك والاشتراك، للي اول مره يتابعني مش هتخسري حاجه اما تعملي لي لايك عشان الفيديو يترفع. واعمليها يا ستي اني صادقه، اما تضربي كده لايك كده لكل فيديو انت بتتفرجي عليه اعتبريها اني صادقه ليكي في ميزان حسناتك.
فلو وصلت لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك واشتراك للقناة عشان تتابعيني لأي فيديو انا بعمله. طبعا انا عاملة قناة تانية، قناة اسمها دينا عز، انا لسه دي جديدة انا عاملاها، فان شاء الله يا رب تكبر بيكو كده وتبقى وابقى عند حسن ظنكم وتعجبكم فيديوهاتي ان شاء الله. انا بجرب كده فيها. القناة التانية روتينات للبيت، ودي هخليها للطرط وعمايل الجاتوهات بتاعت الحلويات اللي انا بعملها. زي ما انتوا شفتوا كده الفيديو، بعد ما جلستها دخلتها التلاجة شوية لازم تجمد. ومعايا هنا صوص الشوكولاتة سيحته برضو كده يعني على حمام بخار عشان يفك معايا شوية، وعملت دريبات كده. وهعملها الجزء التاني بجيلو مانجا. انا كنت هعملها تقسيمات كده، بس بعد ما انا لقيت الشوكولاتة البيضة مش حلوة ما عجبتنيش، فانا رحت قلت يعني انا كنت هعملها جزء جيلو مانجا وجزء التاني شوكولاتة بيضة والتالت برضو جيلو مانجا، يعني هعمل في النص شوكولاتة بيضة بس. فلقيت الشوكولاتة البيضة ما عجبتنيش بصراحة، فقلت ايه لا انا هعملها كلها جيلو مانجا وتبقى نص شوكولاتة ونص جيلو مانجا بس كده. طبعا جيلو المانجا ده بيبقى جميل جدا، طعمه حلو جدا وكأنه عامل زي طعم المانجا. قعدت ادور عندي على شرائح مانجا كده، بس ما لقيتها خلصت، فكنت عاوزة يعني ان انا احط برضو ايه شرايح كده بتدي برضو طعم وشكل حلو جدا. وعملت كده ايه زي شرط كده او زجزاج كده بالشوكولاتة البيضة برضو بيدي شكل حلو. كنت انا بقى عملت الترانسفير ده اللي هو الشوكولاتة في القوالب الترانسفير دي بتدي برضو شكل حلو للتورتة. وبنزل بقى كده الزيادات كنت انا مجهزاها وحطاها تحت المروحة عشان لازم تنشف كويس جدا عشان كان الجو حر ساعتها، فشغلت عليها المروحة عشان تمسك شوية. وبعدين دول كنت تقريبا دخلتهم التلاجة، حسيت ان ايه هم مش جامدين شوية، فخفت ان انا اشيلهم يتكسروا، ورحت دخلتهم التلاجة شوية وبعدين خرجتهم. بتبقى مشبرة شوية بس بعد كده التشبيرة دي بتروح. وكتبت هنا بقى في الاسم اللي هو يعني كانوا طالبين مني زياد، اسم زياد يعني كتبته كده بالانجليزي وبالدست الذهبي. رحت بقى ايه قعدت المع بقى كده الاشكال دي وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينها دي. وطبعا الشوكولاته اللي هي متكسره دي انا كنت عامله شرايح كده وكنت هلولوها، المهم ما تلولوتش مني، فرحت بقى عملتها زي كده ايه فروع خشب كده شكل الخشب يعني. وبالكريسبي كده بقيت اعمل دوران الجزء بتاع الشوكولاته كده بالشكل الكريسبي، وبقيت ايه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التزيين سهل جدا مش محتاج تكلفه خالص. والتورتايه دي بعتها ب 270 جنيه 260 جنيه و10 جنيه توصيل، يبقى ادي 270 جنيه بس كده. وعملت بقى بجيلو المانجا القلوب دي كده. ويا رب الفيديو يعجبكم وينور رضاكم. ما تنسونيش بقى في الدعاء، وما تنسوش تعملوا لي اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله تخشوا تتابعوني على قناة دينا عز، قناة للروتينات والترتيبات بتاعه البيت وكده يعني. فان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. وادي شكلها بعد ما خرجتها من المطبخ، وبحب ادخلها كده اعمل لها تصوير كده ايه يعني تبقى بره المطبخ يعني. عملتها كده بقى ده شكلها النهائي. يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. طبعا بقى قبل ما بسلمها بدخلها التلاجة شوية عشان ما بحبش ان انا اخرجها واحركها قبل ما تمسك في التلاجة شوية. كل ما التورته بتقعد في التلاجة بتزيد حلاوة اكتر وبتشرب من السيرب بتاعها ومن الكريمة، بتبقى جميلة جدا. وهنا برضو حطيتها على السفرة، واخد لقطة كده من على السفرة وهحطها في العلبة واروح اسلمها لصاحبتها. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.